امتى اعرف ان التلاجة مشحونة تمام والتبريد مظبوط في الفريزر والمراية اللي تحت؟ كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك الطريقة المظبوطة. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا تلاجة كريازي 12 قدم. ازاي تقدر تعرف ان الشحنة عندك مظبوطة في التلاجة؟ اول حاجة عندنا هنا الدايرة اللي بيلف فيها الفريون داخل المواسير بتشبر معانا بالطريقة دي. ما ينفعش تعمل معانا تلج كتير. ليه؟ لان لو درجة الترموستات اعلى من 4 أو 5 ممكن تشغل موتور التلاجة فترة اطول والترموستات ما يرضاش يفصل، فبالطبيعة تشتغل فترة اطول والكباس هيتحرق. وعندنا الفريزر، اول حاجة تلاحظها ان في تبريد مظبوط بالدرجة اللي انتوا شايفينها معايا. ما ينفعش يعمل كثافة اكتر من كده. لو كمية التلج دي موجودة يبقى كده التبريد معانا مظبوط. ايه اكتر علامة اقدر اعرف منها ان الشحنة مظبوطة داخل الكباس؟ عندنا الشبكة الخارجية وانا هوريها لحضراتكم دلوقتي. دي اهم حاجة في التلاجة، بيسموها المكثف الخارجي اللي بيلف فيه الفريون عشان يدخل للفريزر. مفروض الطبيعي ان انت تلاقي الجزء ده سخن جدا، وبعديه الدرجة اللي هي اللي تحت اللي هي بتبقى في النص بيبقى التبريد اقل شوية بنسبة بسيطة. واخر حاجة اللي هي المفروض عند الكباس اللي هي هنا بتبقى التبريد ضعيف جدا. التلات مستويات عالي متوسط اقل، فكده دي بيثبت معانا ان الكباس شغال تمام ومفيش اي مشكلة. وافضل حاجة ان انت تجيب الترموستات على رقم 2 في السيف عشان التبريد يبقى شغال معاك مظبوط. ما ينفعش نعليها اكتر من كده، لان لو جبتها 3 أو 4 الموتور هيشتغل فترة اطول وبعد كده هتقول التبريد ضعف فيها. فالافضل ان انت تجيبها على درجة منتظمة عشان التلاجة تشتغل معاك مظبوط. ولو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد.